السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد مع أخوكم محمد عمر. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن هاتف من أفضل الهواتف اللي بتنزل في الفئة المتوسطة واللي ناس كتير جدا بتستناها، الريلمي 10. هاتف مميز جدا في الفئة المتوسطة وناس كتير جدا بتسأل عنه وبتحاول تقارنه بهواتف تاني، فإن شاء الله كل حاجه هتعرفها عن الهاتف ده النهارده، فاكيد تابع الفيديو للاخر. وخلونا كده قبل ما نبدا اللايك بتاعك الجميل ونعمل سبسكرايب للقناه، وخلونا نبدا اول حاجه مع تصميم الهاتف. زي ما احنا شايفين تصميم الهاتف تصميم مختلف وملفت من ظهر الهاتف. التصميم بتاع الهاتف هنا كله جاي من البلاستيك او البوليكربونات، وتصميم فلات كده ما فيهوش بقى اي كيرفات ولا حواف ولا اي حاجه. وزي ما احنا شايفين ظهر الهاتف فيه عدستين مستقلين عن بعض كبار ملفتين جدا للانتباه، وفي ريفليكشن كده على ظهر الهاتف بيوحيلك مثلا كانه هاتف زجاج بيلمع تحت اشعه الضوء كده. فهاتف تصميمه كويس وشيك وملفت للانتباه، مفيش فيه اي مشاكل. تصميم الهاتف بقى من الامام زي ما احنا شايفين هاتف فيه هول بانش موجود اعلى شمال الهاتف مش في منتصف الهاتف، ودي حاجه ما بقيناش نحبها قوي الصراحه، يعني في النص افضل من على الجنب والكلام ده كله. وزي ما احنا شايفين حواف الهاتف تكاد تكون منعدمه باستثناء البيزل الموجوده اسفل الهاتف ملحوظه جدا، ودي حاجه ممكن تضايقك شويه. نسبه استحواذ الشاشه هنا من الواجهه الاماميه للهاتف 82.2%. بالنسبه للشاشه الموجوده في الهاتف هنا، الشاشه دي شاشه مميزه جدا. الهاتف هنا بيجي بشاشه سوبر اموليد بحجم 6.4 بوصه فول اتش دي بلس، ومعدل تحديث الشاشه هنا 90 هرتز. شده الاضاءه بتاع الشاشه هنا بتوصل لحد 1000 نت، ولكن كتير جدا واجهوا صعوبه معاها اثناء ضوء النهار. لما بتنور الهاتف كده في ضوء النهار بيبقى كويس وكل حاجه، بس مش افضل حاجه. يعني في هواتف في الفئه دي شده الاضاءه بتاعتها في ضوء النهار افضل من كده. وطبقه الحمايه الموجوده على الشاشه دي هي كورنينج جوريلا جلاس الاصدار الخامس. وزي ما احنا عارفين كعاده ريلمي بيجي سكرين بروتكتور كده مسبقه اللصق كده على الهاتف، فالشاشه بتاعتك محميه الى حد ما، ودي حاجه كويسه جدا بخلاف طبقه الحمايه اللي موجوده اصلا على الشاشه. فمجمل الشاشه دي شاشه مميزه جدا في الفئه المتوسطه وما فيش فيها اي مشاكل، الوان كويسه، سوبر اموليد، حاجه محترمه جدا. ونروح نتكلم بقى عن اداء الهاتف. الهاتف هنا بيجي بمعالج مخصص للالعاب الى حد ما، وهو الهيليو جي 99، معالج محدث شويه عن ال 96 واداؤه كويس جدا والارقام بتاعته كويسه جدا، تقدر تلعب عليه بكل سهوله. وكمان وانت بتلعب مفيش اي مشاكل في الهاتف ومفيش سخونه، لان في ناس كتير جدا بتتساءل طبعا لما يكون المعالج من ميديا تك من فئه الجي، في ناس بتخاف من السخونه والكلام ده، حاجه بقى لها سنتين ثلاثه. فالهاتف هنا قدروا هم خلاص، ما يعني مش محتاج كل مره تسال عن الموضوع ده، لان خلاص قدروا يتغلبوا عن موضوع السخونه ده الى حد ما. فالهاتف هنا ما بيسخنش، حتى لو ضغطت عليه ولعبت وكل حاجه ما بيسقطش معاك فريمات، فالاداء بتاعه كويس جدا على فكره. ومن حبشتكنات الهاتف بقى البصمه الموجوده في الهاتف هنا موجوده على زر الباور، وبصمه سريعه جدا يا جماعه، بصمه ممتازه جدا. والهاتف هنا بيجي بالسكين بتاعت ريلمي، وهي الريلمي يو اي 3.0 المبنيه على اندرويد 12. وطبعا اندرويد 12 هو الاندرويد القديم، ولكن دلوقتي طبعا تقدر تحدث للاندرويد الجديد. ريلمي بتاكد كده طبعا انت لما تشتري الهاتف ده في الفتره دي طبعا هيجي لك ابديت لاندرويد 13 وهتبقى كل حاجه معاك تمام جدا وابديتد. ومع الشاشه الممتازه جدا دي للاسف بيجي سماعه مونو، سماعه وحيده مش سماعات ستيريو، فدي نقطة عيب موجودة في الهاتف. يعني خلاص بقى الحاجات دي بقى اسعارها عالية، الهواتف في الفئة المتوسطة سعرها عالي جدا، فانت المفروض تحط فيها حاجات ترضي ناس كتير. فللاسف الصوت هنا عالي في الهاتف وكل حاجة، ولكن مش افضل حاجة تقدر تاخدها مع الهاتف ده، خصوصا ان انت معاك شاشة مميزة جدا سوبر اموليد والوان حلوة. يعني انت ممكن تشاهد محتوى رائع جدا على الهاتف ده، ولكن الصوت مش افضل صوت يعني. وبالنسبة لحجم البطارية الموجودة في الهاتف هنا، حجم البطارية عملاق 5000 ملي امبير، بتدعم الشحن السريع عن طريق منفذ تايب سي، والشاحن الموجود هنا 33 واط، شاحن كويس جدا في الفئه دي مفيش اي مشاكل. طبعا في 45 دلوقتي والحاجات دي، ولكن نظرا للفئه السعريه الموجود فيها الهاتف فمفيش اي مشاكل. الهاتف هنا بيشحن معاك بالكامل في ساعة وربع تقريبا. وما تنساش ان البطارية دي بالحجم ده هتقعد معاك فترة كبيرة جدا، وخاصة مع المعالج القوي جدا الموفر في الطاقة في الهاتف ده، فاستهلاك الطاقة هيكون قليل جدا معاك مع الهاتف ده بفضل المعالج طبعا الموجود فيه وهو الهيليو جي 99. وبالنسبة لكاميرات الهاتف بقى زي ما احنا شايفين الهاتف بيجي بكاميرتين في الظهر، كاميرا اساسية بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f 1.8، والكاميرا الثانية هنا معاك 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة f 2.4. وزي ما احنا شايفين الهاتف بيفتقر لكاميرا وايد انجل، ودي حاجة من عيوب الهاتف، لان انت هاتف في الفئه المتوسطه العليا المفروض يكون معاك وايد انجل وتبقى فيه حاجات حلوه. المنافس الرئيسي بتاعه اللي هو ريدمي نوت 11 اس فيه كاميرا او عدسه 108 ميجا بكسل بتقدم صور افضل من هنا الصراحه. وبالنسبه للصور اللي طالعه من الهاتف هنا بتبقى صور مش واقعيه، في ناس بتحب ده وفي ناس ما بتحبش ده. انا من الناس اللي ما بتحبش كده، انا عايز التقط صوره اخد صوره واقعيه حقيقيه كاني شايف المنظر قدامي. هو ده معنى التصوير، ان انا اصور حاجه كاني شايفها بعينيا. فليه انت تحسن لي وتجمل لي في الصوره اللي انا بطلعها بالطريقه دي؟ الصور هنا بتخرج من الهاتف مشبعه جدا، الوانها بتتغير، يعني
بتجمل لك الصوره، بمعنى اصح بتبقى مش هي دي الصوره الحقيقيه اللي انت شايفها. وكمان الموضوع ده اكتر في الكاميرا السيلفي. الكاميرا السيلفي هنا 16 ميجا بكسل بفتحه عدسه f2.4، وبرده هي كاميرا او عدسه كويسه جدا. الكاميرا السيلفي هنا كويسه ما فيهاش اي مشاكل عادي، ولكن بتجمل لك برده الصوره بشكل مبالغ فيه، كانك حاطط فلتر على الهاتف بتاعك. فدي انت بقى وذوقك، يعني انت بتحب حاجه زي كده ولا لا، دي حاجه ترجع لك. وبرده يعني الاداء هنا بتاع الكاميرات مش افضل حاجه في الفئه السعريه دي. في هواتف بتقدم لك تجربه كاميرات افضل منه بكتير في الفئه السعريه. فلو انت التارجت بتاعك الكاميرات، التارجت الاول او هدفك الاول ان انت هتشتري هاتف عشان تصور بيه في الفئه السعريه دي، فالهاتف ده مش هو اختيارك الاول، في هواتف افضل منه. ولكن على مستوى الاداء والتجربه مجملا هاتف كويس مش وحش، تقدر تعتمد عليه بكل سهوله، لان هنا في اداء قوي جدا مع المعالج الموجود. تقدر تلعب لو انت هدفك اللعب، الهاتف ده مميز جدا معاك بسبب المعالج الموجود فيه. وكمان الشاشه السوبر اموليد ذات الالوان الرائعه جدا. وبالنسبه للكاميرات الخلفيه هنا بتصور فيديوهات 1080 بي 30 فريم في الثانيه، للاسف ما فيهاش 4K، وكمان ما بيجيش معاها OIS مثبت بصري ولا مثبت الكتروني EIS ولا الكلام ده كله. فتجربه الكاميرات مش افضل حاجه زي ما قلنا. الهاتف هنا بيجي بنسختين، نسخه 128 جيجا مع 8 جيجا رامات، او 256 جيجا مع 8 جيجا رامات. والنسخه القليله ال 128 جيجا مع ال 8 جيجا رامات دي موجوده في السوق المصري، بتتباع لدى التجار في حوالي رينج 8500 جنيه. اما بقى النسخه الاكبر ال 256 جيجا مع ال 8 جيجا رامات دي بتعمل رينج 9000 جنيه. تقدر تزود او تنقص بقى على حسب المكان اللي انت بتشتري منه اكيد. والهاتف هنا على فكره يا جماعه تقدر تركب له شريحتين 4G، هنا مش 5G. ركز جدا في الموضوع ده، لو انت بتتطلع لل 5G هنا مفيش 5G. وتقدر كمان تحط له كارت ميموري لحد 1 تيرا. وزن الهاتف هنا 179 جرام، هاتف خفيف نوعا ما. وبالنسبه بقى لمجمل الهاتف بقى كباكج كده على بعضها، المميزات والعيوب بتاعته ايه هي؟ اول حاجه رقم واحد بتميز فيها الهاتف ده هو الاداء القوي جدا معاك. اداء رهيب جدا يا جماعه في الهاتف ده في الفئه السعريه دي. والبطاريه الاكتر من ممتازه معاك في الهاتف ده، بطاريه ما بتخلصش معاك بسرعه بفضل المعالج الموفر في الطاقة، حاجة كويسة جدا. وكمان عندك كل الدنيا مستقرة، الواجهة مستقرة، مفيش فيه أي باجز ولا فيه أي تهنيجات في الهاتف ولا بيعلق معاك ولا الكلام ده. تجربة حقيقية مستقرة، والمستشعرات فيه اللي موجودة كلها مستشعرات حقيقيه وكلها شغاله معاك بكفاءه عاليه. وكمان الشبكات بتاعت الهاتف، في ناس بتشتكي عاده في الفئه دي طبعا من شبكات الهاتف وتسال هل الشبكه بتاعته ممتازه ومستقره والكلام ده ولا لا. الهاتف هنا الشبكه بتاعته ممتازه جدا عادي، مفيش اي مشاكل. بالنسبه بقى لعيوب الهاتف او للنواقص اللي بتنقص الهاتف هنا، هي السماعات الاستيريو زي ما قلنا، وتجربه الكاميرات مش افضل حاجه، ودي حاجه مخيبه جدا للامال في الفئه السعريه دي، لان انت المفروض تنافس وبقوه هواتف ريلمي زي ما احنا متعودين طول السنين اللي فاتت دي. وسطوع الشاشه تحت ضوء النهار مش افضل حاجه برضه. وكمان هنا ما عندكش كاميرا وايد انجل، ودي برضه عيب. اما ادفع 9000 جنيه في هاتف المفروض يكون فيه على الاقل كاميرا وايد انجل. ولكن برضه ستيل تقدر تاخد الهاتف ده كباكج لو انت هدفك الاداء والفرجه والحاجات اللي احنا قلناها دي، تقدر تتغاضى عنها. فهو باكج متميزه جدا بسعر كويس برضه الى حد ما. قول لنا في التعليقات تحت لو انت وصلت لحد هنا في الفيديو، هل الهاتف ده تقدر تشتريه، عاجبك ولا ايه النظام، ولا انت في دماغك هواتف تانية؟ قول لنا ارائك كلها في الكومنتات تحت. وبس كده، دي كل حاجه عن الريلمي 10. لو عجبك الفيديو بقى ما تنساش تعمل لايك للفيديو، تعمل سبسكرايب للقناه، وتفعل زر الاشعارات عشان توصلك كل الفيديوهات الجديده على القناه ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. من دلوقتي الفيديو الجاي في حفظ الله.